وبعدين معاهم الجماعه المغاربه دول يا جماعه بيتنافسوا مع بعض على جايزه بوشكش. ما خلصناش من هدف اسامه طنان في كاس العرب اللي جابه من نص الملعب. جالنا النهارده ادريس الجبلي بيحط واحده رابونه من بره المنطقه. انا عايز اعرف هي دماغه ازاي جابته يعملها كده. ده اللاعب الجامد لما بيعمل ار 2 من الحته دي بنسقف له. ده بقى رابونه. ما اعرفش يا جماعه، الجماعه المغاربه دول اللعيبه كوكب كوره لوحده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هدف من الاثنين هياخد بوشكاش، يا هدف اسامه طنان يا الهدف ده. تحبوا صح لجينا نهربوا ولا غير صح؟ عبالك شحال من واحد حب يماركي بهدف رابولا كيما هادي سجلوا البارح ادريس جبالي ما قدرش. منهم اساطير كرة القدم. البيت تاع البارح عالمي تاع بصح. عبالك توقيت وخارج منطقة 18 هدف للتاريخ. عبالك جائزة بوشكاس راهي تسنى فيه مسألة وقت برك. بسم الله ما شاء الله. صراحة عاودتو تروا فوا وقال لك باللي تعبى عليه هذا البيت. قال لك ما جاش صدفة، كان يونطريني باش نلحق هذا المستوى اللي صراحة انوي راهي في العالمية. يا اخوان شوفوا الهدف، شوفوا ريبونا في المرمى. ادريس الجبلي حسم جائزة بوشكاش من الان. انا بفهمه كيف قرر هذا القرار، يعني انت صاحي يعني ولا هذا ادريس الجبلي لاعب المغرب الفاسي يسجل هذا الهدف على الوداد المغربي. افهم القرار كيف اخذه. ما شاء الله تبارك الله، هذه حالة نادرة في كرة القدم. يا ساتر ما شاء الله تبارك. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ الهدف ده حقيقي؟ حقيقي هدف عالمي في الدوري المغربي. تخيلوا اللي جاب الهدف ده مدافع قلب الدفاع. دي مهارات المدافع. امال المهاجم عامل ازاي؟ ده ادريس الجبلي اللي سجل هدف عالمي في مرمى الوداد المغربي وتصدر الدوري المغربي. الوداد بيقدم مستويات سيئه، ربنا معاهم ان شاء الله الفتره اللي جايه ويقدموا مستويات كويسه. عايز اقول لكم بس شويه حاجات مهمه جدا. ده مدافع سجل هدف بوشكاشي. بالمناسبه لم يحصل اي هدف مغربي من قبل على جائزه بوشكاش لكره القدم. نتمنى ان احنا نشوف الهدف ده يحصل على جائزه بوشكاش حتى لو لمست المدافع وغيرت اتجاهها. هو قرار عظيم في الدقيقه 80 والراجل سايب مكانه وبيهاجم. الهدف تفاصيله عظيمه. بالمناسبه زيزو عندنا في مصر بيعمل درجن وبيرفع الكوره. لما بيرفع الكوره وبيجي منها جون بيقولوا هدف عالمي وهدف اسطوري، وبننزل نعمل احتفالات في الشوارع. ولما لا ندي الناس اجازه رسميه تاني يوم احتفالا بهدف الاسطوره زيزو اللي بياخد 100 مليون جنيه بلبل. 100 مليون بلبل يستحي ما يعرفش اصلا يجيب هدف زي ده. والله العظيم والله العظيم ياخد 100 مليون جنيه. ده غير شويه امتيازات اللي عايزين نقوله في الموضوع. سؤال مهم جدا: هل الكره المغربيه اليوم افضل من الكره المصريه؟ الاجابه ليك. انا بسالك سؤال انت جاوب عليها. انا خلاص اتكلمت على الهدف. اللذيذ بقى في الموضوع الجميل في الموضوع، احنا عندنا في مصر مين هياخد الدوري؟ الاهلي. السنه اللي بعديها الاهلي. كل سنه الاهلي. الزمالك اللي مش لاقي ياكل خالص ومدي اللعيبه النهارده كل واحد 200 دولار مكافاه. 200 دولار. يا عيني. الاهلي هو بياخد الدوري كل سنه. 10 سنين ممكن الزمالك ياخد الدوري مره واحده دوري، يعني لو هم وافقوا الجماعه وافقوا. الدوري المغربي الان بينافس عليه 6 فرق. 6 فرق بتنافس على الدوري المغربي، واحنا عندنا القيامه هتقوم عشان الاهلي اتظلم في كوره. وبيراميدز نادي اماراتي والزمالك مش لاقي ياكل. حبيت بس ابين ازاي الناس عندها فرق قويه. ده النهارده بيلعب وده بيكسب وده اللي يكسب مش فارقه معاهم. احنا عندنا بس لازم الاهلي ياخد الدوري عشان مصر تبقى مبسوطه والدنيا تبقى كويسه. ده الدوري المغربي وهدف مغربي في الدوري المغربي. اعتقد يستحق اللايك والشير. وجهة نظركم في الكومنتات وفولو مهم جدا ومتابعه لو انت اول مره تشوفني. سلام.
أجمل أهداف الموسم يقدم لكم في الدوري المغربي. جهزوا جائزة بوشكاش، فهذا الهدف هو يستاهل أن يكون هدف العام وليس أفضل أهداف الدوري المغربي. متع عينيك وشوف لي الحلاوة وشوف ما أحلى الهدف. هذه كرة القدم اللي احنا بنحبها، اللي احنا بنعشقها، اللي احنا بنموت عليها. قسما بالله العظيم إشي. شوف 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 شوف, شوف يا ويلي يا ويلي ما أحلى هالهدف، يا ويلي ما أحلى. شوف هاد البيت هذا والله ما مقبول، ما دايش. حنا عايشين اخويا في الارض، ما عايشين في شي كوكب اخر. اش هاد البيت هذا عيبط؟ اش غنقولوا عليه؟ ماركا ولا شطح؟ ماركا بيت على طريقة مايكل جاكسون، اقسم بالله. وقف قدام الكرة دارها هذا راه ماشي بيت عادي، هذا راه بيت بديبلوم، هذا راه بيت برو ماكس عمي بالكرتونه مع موت تقاس. بيت عالمي، بيت خيالي، بيت خرافي، بيت فيه المتعه، فيه الفرجه، بيت فيه الضحك، بيت فيه الشطيح، بيت فيه الفلوس، بيت باش ما بغيتي بزاف. هاد السيد هذا ما خصوش يسلم غا على هادو ويرجع للماتش، لا اقسم بالله خصكم تصفروا المباراه وتهبطوا ليه التيان كامل يسلم عليه، الجمهور كله يقول ليه مبروك ويقول لهم الله يبارك فيك، الله يجعل شي بركه.